السلام عليكم. عارف ان اختيار الخط الغلط بيخلي الديزاين شكله مش احترافي حتى لو كل حاجه تمام؟ خليني اقول لك ليه. ببساطه يا صديقي، احنا كبرودكت ويو اكس يو اي ديزاينرز لازم نفهم ان التيبوجرافي هو صوت التصميم. تخيل معايا كتاب مكتوب بخط صغير او معقد، حقيقي هتزهق ان انت تقراه. عشان كده لازم نختار خط واضح ومناسب. زي عندك التطبيقات الناجحه والكبيره دايما هتلاقيهم بيستخدموا خطوط بسيطه جدا زي سان فرانسيسكو برو في ابل مثلا. وكمان ما ينفعش نحط 5 خطوط في صفحه واحده، خط للعناوين وخط للنصوص وخط للعناوين الفرعيه وخلاص. هتقولي طيب لو عايزين نبرز معلومه معينه نعمل ده ازاي؟ هقول لك في الحاله دي بنستخدم الويت او السايز مش خط جديد. يعني ببساطه اللي عايز اقوله التيبوجرافي مش مجرد اختيار خط وخلاص، ده بقى مفتاح لغه التواصل بينك وبين المستخدم. فالمره الجايه ان شاء الله واحنا بنصمم محتاجين نفكر الاول، هل الخط ده بيسهل القراءه على المستخدم ولا بيعقدها؟